السلام عليكم، أهلا بيكم في مطبخي، المكان اللي بتحولي فيه أبسط المكونات لأروع الأكلات. خطوات سهلة وبسيطة، نتيجة مضمونة بإذن الله. لو بتحبوا الأكل الحلو وصفاتي اللي تنجح معاكي من أول مرة فأنتوا في المكان الصح. نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة بقى معانا وصفة حلوة جدا للرز بلبن. طريقة سهلة. أي حد يقدر يعملها، صغير طبعا أو كبير. معانا كوبايتين من الرز نغسلهم كويس، وقصاد الكوبايتين رز دول هنحط 3 كوبايات ميه. 3 كوبايات ميه دول هنحطهم، ونحط الرز وبعد كده على النار ونقلبهم كويس ونسيبهم لغايه ما يستووا كويس قوي. هنسيبهم يستووا لدرجه ان هو الرز يتهري، يعني الرز يبقى تمسكيه كده، يبقى مهري في ايديكي. هنا كان خلاص اتشرب كويس قوي، بس ما كانش لسه وصل لان انا امسكها في الرزايه، امسكها في ايديا فلاقيها مهريه كده. هنا كان خلاص بقى. وانصح بقى نبقى نعمل في حلة، يعني حلة واحدة. يعني انا هنا اتلخبطت وحطيت الحلة للأسف كانت صغيرة، اضطريت انقل واحط عشان خاطر ايه اللبن. كوباية الرز بتاخد كيلو لبن. يعني كوباية الرز بتاخد لتر من اللبن او حليب يعني. ونسيبهم يغلوا على النار مع بعض. وبعدين معانا هنا 3 مكونات. معانا معلقتين من النشا، ومعانا كيس من النيدو، اللبن الباودر. وبعدين معانا ومعلقتين كريم شانتيه، وبننزل عليهم بكوباية من اللبن، بس يكون اللبن ساقع عشان خاطر طبعا النشا يدوب فيه. ومعانا معلقتين قشطة، دول هنحطهم لما نخلص ونطفي على اللبن. بيدوا طبعا دسامة وطعم وتست اعلى للرز بلبن بتاعنا. هنا اول ما اللبن يغلي خلاص معانا كده، خلاص هو كده استوى وبنضيف بقى السكر بيبقى حسب الرغبة. بنقلب كويس، وبعدين بننزل بكوباية اللبن اللي فيها النشا واللبن النيدو والكريم شانتيه معانا. بنقلبهم وياخدوا غلوتين، واول ما نحس ان هو ابتدى يبقبق كده معانا كده احنا خلصنا. ما ننساش بقى بنحط كمان ورقة فانيليا او 2 فانيليا، بتدي طعم وريحة افضل للرز بلبن. وبنصبه بقى في بولات، بنصب في كوبايات، بنصب في كاسات، يعني على حسب الحاجة اللي عندك بتصب فيها وبتقدميه. تحبي تزينيه ممكن تزينيه بمكسرات زي ما تحبي. ولو وصلتوا معايا لغاية هنا متنسوش اللايك والاشتراك، وشكرا جدا. دمتم في رعاية الله.